ككل سنة ومع حلول مناسبة دينية كعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، تشهد محلات الحلاقة إقبالا واكتظاظا منقطع النظير. هاته المشاهد من صالون للحلاقة بحاسي بحبح بولاية الجلفة. فإذا أردت حلاقة شعرك فما عليك سوى تحديد موعد مسبق أو الانتظار للظفر بمكان ولو في وقت متأخر. مرة تليفون، مرة فيسبوك، مرة نماركي تلحق بالليستة. كما هذا العيد ان شاء الله راني دايرها بالتيكي من 1 ل 300، فهمتها؟ وان شاء الله نكونوا قد باه نرضوا الزبائن تاوعي. رانا هنايا عند خونا عبد الله، انسان ما شاء الله حفاف، الله يبارك، على مستوى حاسي بحبح، انسان ما شاء الله. وهذه الحفافه هذه ماديها من عند بويو، انسان الله يبارك، في سورتو في 10 الايام الاواخر الله يبارك، فهمت؟ وغير الايام العشرة هذا يعني ديما رانا عنده هنا، انسان ما شاء الله بحلالو، خدام بعرق جبينو والله يبارك، وموفر جميع الامكانيات، الاسعافات الاولويه كذا كلش مريقل الله يبارك، فهمت؟ الحلاقة في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل عادة دأب عليها الجزائريون لضمان الحفاظ على جمال التسريحة التي تعد من أساسيات استقبال عيد الفطر، وتعتبر الأعياد فرصة كبيرة للحلاقين الذين يجنون قوت يومهم. أما المواطن عليه الانتظار لربما لساعات طويلة ليحين دوره. موفر كل الإمكانيات، وعدوا كاع الأنواع الحلاقة اللي يطلبها الزبون. اني نلحق ندير تكيات، نلحق من سكرت حتى لسبعة صباح 8. كما راك تشوفين ما كان موفر لهم الاسعافات الاوليه، الكيراتين، العقد، ماسك نوار، البروشين كما يقولوا بالله، فهمتها؟ الضغط التي تعيشه صالونات الحلاقة أواخر رمضان عادة ما يحرم الحلاق من مشاركة الأهل فرحة العيد، ذلك أن السهر لساعات صباح الأولى مما يجعل النوم هادما لملذات هذه المناسبات.